النهارده هنتكلم مع بعض شويه عن بعض الاكسسوارات اللي ممكن تركبها للابل واتش بتاعتك او تستخدمها مع الابل واتش بتاعتك، اللي ممكن تفرق جدا في استخدامك للابل واتش، سواء بشكل عملي او بشكل شكلي او تصميمي جدا. وبالذات موضوع الشكل ده انا اتسالت عليه كتير، وحاجه معينه كده قلبت تماما الابل واتش وغيرت شكلها تماما. عشان كده عملت الفيديو ده علشان ارغي معاك شويه عن الموضوع ده. فلو عندك ابل واتش او ناوي تجيب ابل واتش ومهتم كده تلعب شويه في الابل واتش او تغير من شكلها وتستخدم معاها شويه اكسسوارات كده غريبه حبه، تابع معايا الفيديو ده وما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات. يلا بينا. صباح الخير ومساء الفل على الكل، انا اندرو وديد، وانت لو متابع هتبقى عارف ان انا بستخدم الابل واتش الترا الجيل الاول مش التاني كمان، من ساعه ما نزلت تقريبا. وتقريبا دي الساعه اللي انا بستخدمها بشكل يومي يعني على طول، بعد ما كنت انقطعت مده طويله جدا عن السمارت واتشز، لان انا شخص بيحب الساعات الميكانيكيه كمان بشكل عام. وهنرجع لموضوع حبي للساعات الميكانيكيه ده قدام شويه في الفيديو. وبصراحه من ساعه ما بقيت استخدم الابل واتش بشكل يومي وانا كل شويه استكشف حاجه من الاكسسوارات اللي ممكن تستخدمها معاها اللي هتفرق معاك شويه يعني. لكن قبل ما نخش في تفاصيل الاكسسوارات دي، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتدوس على زرار الجرس عشان ما يفوتكش اي فيديو اول ما بينزل على طول. اول حاجه هكلمك عنها النهارده اتكلمنا عنها زمان في حلقه من حلقات كولكشن اختراعات، علشان النهارده حلقه من سلسله كولكشن اختراعات المحببه الى قلبي. فالحاجه دي انا اتكلمت عنها قبل كده ومش هرغي معاك فيها كتير، لكن هي باختصار عباره عن ستاند مصنوع من السيليكون للابل واتش بتاعتك، علشان لما تيجي تشحنها تكون واقفه جنبك كده على الكومودينو بشكل غير معتاد. الشكل ده هو الكمبيوتر الماك الاولاني خالص اللي ابل عملته، ده زي موديل او ماكات صغير ليه كده، والفتحه اللي عندك هنا في النص دي علشان تثبت فيها الابل واتش. وباختصار انت لما تقلع الابل واتش كده وتحب تشحنها، هتقوم حاطط الابل واتش هنا بالمنظر ده، وممكن تقفل كمان عليها. هتقولي طب فين الشحن في الموضوع؟ هقول لك علشان انت بتعدي السلك بتاع الشاحن من ورا هنا، والجزء المغناطيسي بيكون جوه لازق في ظهر الساعه من هنا، وساعتها انت هتكون بتشحن الساعه وهي واقفه جنبك كانها شاشه كمبيوتر ماك قديم. هتلاقي الفيديو اللي اتكلمت فيه عن الشيء ده طلع لك في الاي اللي فوق كده، ممكن تروح تتفرج عليه كده لو انت بتحب الاختراعات بشكل عام. الحاجه الثانيه اللي هنتكلم عنها مع بعض هي باور بانك للابل واتش. يعني طول عمرنا بنسمع عن باور بانك للموبايل، عايز تشحن بقى اللابتوب مثلا بباور بانك يكون كبير شويه، لو ايباد عايز تشحنه باور بانك. لكن دايما بيكون عندنا مشكله ان احنا ما بنعرفش نشحن الابل واتش باور بانك بسبب الشكل العجيب بتاع الشاحن بتاعها، غير طبعا ان انت تمشي باور بانك وسلك الشاحن بتاع الابل واتش وتوصل دي في دي. فانا جايب لك حل اسهل من ده بكتير جدا. الحل ده من شركه اسمها هووتو او حاجه كده يعني. الحقيقه ده عباره عن ميداليه صغيره جدا زي ما انت شايف. الميداليه دي تقدر تعلقها بقى في اي حاجه، في مفاتيحك، في شنطتك. عندك زرار هنا بتستخدمه علشان تعرف البطاريه اللي جوه الباور بانك دي مشحونه قد ايه، والجزء ده شخصيا هو اللي بيتفك وبيبقى ممسوك كده بجزء رابر، ويظهر لك على طول اليو اس بي تايب سي اللي ممكن تدخلها على طول في شاحن او باور بانك او لابتوب علشان تشحنه نفسه بدون استخدام اسلاك او اي حاجه كده. هو شخصيا اللي ممكن يتحط في الشاحن او الباور بانك زي ما انت شايف كده. حاليا هو بيتشحن، لكن طبعا اهم واوضح حاجه في الباور بانك ده هو الجزء الدائري اللي موجود عندك هنا، اللي هو شبيه جدا للشاحن بتاع الابل واتش اللي بسلك اللي انت بتستخدمه. الدايره دي فيها مغناطيس من جوه زي اللي في الشاحن كده بتاع الابل واتش برضو، علشان يمسك الابل واتش على طول. حضرتك اول ما هتفتح الباور بانك ده وتحط الساعه بتاعتك عليه كده، هتلاقيها على طول ابتدت تشحن، وما انتش محتاج بقى انك دايما تكون ماشي بالشاحن بتاع الساعه والسلك والكلام ده كله. عندك دلوقتي حل بسيط وعملي كده هينفعك في مواقف كتير. سعه الباور بانك ده 1400 ملي امبير، عشان كده حجمه صغير كمان، لكن ما زال يقدر يشحن ساعه ابل واتش عاديه جدا في حوالي ساعتين ونص. ولو الساعه بتاعتك ابل واتش الترا زي اللي معايا بطاريتها اكبر، تاخد لها حوالي 5 ساعات علشان تتشحن للاخر. فده يعني ما هوش رقم سريع قوي، لكن هتنفعك مثلا لو انت مسافر، لو انت في مشوار وعايز تديها زقه كده في البطاريه، فده حل ممكن ينفعك جدا الصراحه. اللمبه اللي هنا دي زي ما قلت لك النور بتاعها او اللون بيختلف على حسب هي مشحونه قد ايه. فعندك اخضر وعندك ازرق وعندك احمر، فيعني الالوان دي بتعبر عن هي فاضيه ولا مليانه قد ايه. وسعر هذا الباور بانك حوالي 20 دولار. انا كنت جايبه من امازون امريكا الحقيقه من فتره يعني، هسيب لك اللينك بتاعه تحت، ممكن تخش تبص عليه لو انت عايز تشتريه. نيجي بقى للحاجه الثانيه والاهم واللي اتسالت عنها كتير جدا في الفيديوهات الاخيره، عشان كنت على طول بستخدمها مع الابل واتش الترا، وهي ليها علاقه بالشكل والتصميم بتاع الساعه. زي ما انت شايف الديزاين بتاع الابل واتش معروف ومميز وكل حاجه، الالترا كمان اكبر شويه وشكلها معروف. لكن لو عايز تبدل شكل الساعه تماما، الحقيقه في حاجه انا بستخدمها بقالي شويه كده وانا مبهور بالتفاصيل والشياكه في حاجه زي كده، فتعالى افرجك معايا. اللي انت شايفه ده عباره عن بوكس من شركه اسمها Y24.
الحقيقه ده بوكسين مش بوكس واحد، لكن ده البوكس الاهم وتعالى نشوفه دلوقتي. واي 24 دي شركه سويديه بتعمل كيسز للابل واتش، بس يعني حاجه بريميوم وشيك قوي بصراحه زي ما هتشوف معايا كده من اول الباكجنج. يعني عندك البوكس بيجي باللون البرتقاني المميز جدا لشركه واي 24، وزي ما قلت لك علشان بحب الساعات الميكانيكيه فانا عارف التجربه بتاعت انك تفتح ساعه شيك ميكانيكيه كده عامله ازاي، والحقيقه التجربه مشابهه جدا مع اللي هنشوفه دلوقتي. هتشيل الجزء البرتقاني ده، هتلاقي ان الجزء المعدن اللي فيه اللوجو بتاع واي 24 مازال موجود معاك، وكان عباره عن فتحه في الجزء البرتقاني، وعندك خط هنا كده بيفصل لك البوكس ده كده نصين علشان تزق حضرتك النصين بالمنظر ده، وهيظهر قدامك حاجه شيك تاني. كارت بيقول لك شكرا ان انت بقيت جزء من الكوميونتي او المجتمع بتاع واي 24 للكيسز والسترابس بتاعت الساعه، وتحت منه هتلاقي زي كارت الضمان بتاع الساعه، وبعد كده هتلاقي قدامك الكيس الشيك قوي للابل واتش الترا اللي هي الحقيقه مميزه جدا، لكن هي فيها ميزات كتير وعيوب برضه هنتكلم عنها. بس تعالى اوريك انا كنت بتسال كتير قوي عن ايه. طبعا اللي انت شايفه ده عباره عن كرتونه كده بتحاكي الابل واتش الترا، لكن اول حاجه هتلفت نظرك ان الموضوع ضخم وكبير وبريميوم كده وشيك قوي برضه. يعني عندك الكيس نفسها مصنوعه من الستينلس ستيل، معدن كده عالي الجوده جدا، وبعد كده الستراب نفسه مصنوع من السيليكون او الرابر برضه عالي الجوده جدا، والجزء اللي بتقفل بيه الستراب على بعض عليه اللوجو بتاعهم كده زي ما انت شايف. ففي تفاصيل كتير جدا وهم مهتمين بالموضوع ده قوي، ودي حاجه بتفرق معايا وباخد بالي منها جدا بصراحه. تعال نجرب بقى نركب الكيس والستراب على الابل واتش الترا ونشوف شكلها يبقى عامل ازاي. طبعا هو اللون ده اخضر فاقع شويه، انا الحقيقه اخترت اللون ده برضو وهو لطيف، لكن لازم تلبس معاه حاجه لايقه كده عشان غير كده بيبقى يا اما هيبقى نشاز قوي مع اللي انت لابسه، او تحس ان انت لابس ساعه اطفالي سنه. لكن البديل في العلبه الصغيره الثانيه اللي هوريها لك بعد شويه. اول حاجه هتزق الستراب ده عادي هيتفك على طول معاك كده، بعد كده هتفك الجزئين من بعض في الكيس دي هتلاقيهم طلعوا من بعض كده. هنشيل طبعا الكرتونه الصغيره ونفك الستراب بتاع الابل واتش نفسها، وبعد كده هنركب الابل واتش جوه الكيس، وهي اوريدي اصلا ساعه كبيره، فده يقول لك قد ايه ان هي هتبقى ضخمه جدا جدا بصراحه مع الكيس دي، ودي ميزه وعيب زي ما هنتكلم قدام. ودلوقتي هتلاقي ان الفراغ بتاع الستراب اللي في الساعه ماشي مع الفراغ بتاع الستراب اللي في الكيس، فلما تحط الستراب هتمسك الاثنين في بعض اكتر، وفي الحاله دي الكيس مش هتتفك من الساعه خالص عشان الستراب ماسكهم مع بعض. وها هي الابل واتش الترا وهي متركب عليها الكيس الواي 24. انا بصراحه شايفها روشه جدا وشيك جدا، بس زي ما قلت لك الاخضر ده فاقع شويه، فبما اني شخص سوداوي وبيحب الالوان السوداء فتعال نبدل الستراب الاخضر بالستراب الثاني اللي في العلبه الصغيره. طبعا بنفس الشياكه هيجي لك العلبه الثانيه دي، واول ما هتفتحها هتلاقي الستراب الثاني اللي هو سيليكون برضو من اللون الاسود، اللي هو برضو بصراحه شيك جدا، او انا عشان بحب الالوان السوداء فمشي معايا اكتر شويه. والمفروض الجزء ده بيجي فيه كاوتشه مع نفس لون الستراب يعني اسود عشان تبدلها بالكاوتشه اللي في الكراون اللي هنا دي، لكن الحقيقه الظاهر لما جات لي في الشحن والكلام ده ضاعت الجزء الصغير ده، فحاليا ما عنديش غير الاخضر، لكن حلو كاسر اللون شويه بتاع السواد لما بركب الستراب الاسود. تعال نشوف مع بعض. الحقيقه لما جيت افك الستراب بقى من بعضه قابلتني مشكله وقعدت كتير قوي على محلتها بصراحه، هو ان انا افك الجزء المعدن اللي هنا ده من الستراب الاخضر عشان اركبه في الستراب الاسود، عشان الستراب التاني بيجي من غير الجزء ده كده زي ما انت شايف. والموضوع بصراحه كان اصعب مما اتخيل لغايه ما اتعودت كده وعرفت ازاي يعني. فبص معايا عشان لو حصل وعديت في نفس الموقف تعرف تغيرهم ازاي بسهوله. فك بقى الاخضر من الكيس، بعد كده لازم يبقى معاك آلة حاده زي اللي معايا كده، لان هو الحقيقه في سوسته بتحتاج انك تزقها في الجنب هنا كده. حاول اعملها يعني وتبقى شايف معايا، بس الموضوع يعني مؤذي شويه. انا المفروض افتحها شويه وازق لتحت، وهي الفكره كلها في انك تزق لتحت دي، وساعتها هتتفك من بعضها، هتقوم ساحب السوسته اللي في النص ما بينهم دول، ومعاها الجزء الصغير الاسود اللي هنا. ونيجي للستراب الاسود نعمل نفس القصه، نحط الجزء الاسود اللي هنا ونعدي السوسته دي هنا في النص. تركيب اسهل شويه بصراحه من الفك. بعد كده دي في ناحيه، وبضفرك كده او باي آلة حاده برضو تحاول انك تدخلها هنا جوه تاني، وهتخش وهتمسك كده وتبقى ميشن كومبليت. نقفل بقى ده تاني علشان يعني ما نعورش روحنا، ونركب ده هنا ونركب ده هنا، وساعتها الكيس بالستراب باللون الاسود زي ما انت شايف برضو شياكه ولايقه مع حاجات اكتر كده. انا كمان شايف ان الجزء الاخضر ده لما تحط واتش فيس كده فيه اخضر برضو الموضوع بيبقى لطيف جدا. والحقيقه جربت اكتر من فيس يليق كده، فبص مثلا ده برضو شكله حلو كده، ده برضو لطيف جدا كده مع الارقام اللي بالعربي وحاله القمر دلوقتي
دلوقتي اللي حاله القمر ايه النهارده. بس وزي ما انت شايف انا عجباني بصراحه وبستخدمها دلوقتي بشكل مكثف جدا، لكن مع استخدامي لوقت طويل لحاجه زي الكيس دي فظهرت لي شويه عيوب برضه وحابب ان انا اقول لك عليها. اول حاجه ان اوريدي الابل واتش الترا كبيره، فلما تركب لها كيس زي كده فهي بقت كبيره جدا جدا جدا. انت لو ايدك ما بيليقش عليها الساعات الكبيره فده اختيار مش هيبقى مثالي خالص بالنسبه لك، يعني بالعافيه الابل واتش الترا هتبقى ماشيه معاك في حاجه زي كده، دي انت هتحس انك يعني مركب جهاز في دراع. فلازم تعمل حسابك ان انت لو مش عايز ساعه كبيره او ما بيلاقيش عليك الساعات الكبيره ابعد خالص عن حل زي كده. المشكله الثانيه ان بما ان الساعه بقت ضخمه قوي دلوقتي فالكراون اللي على جنب ده بقى قريب شويه من ايدك، فمع اي حركه كده بتتني فيها ايدك شويه هتلاقي نفسك دوست على الكراون مده طويله وابتدت سيري تسمعك بقى وتبقى مش فاهمه انت عايز تقول ايه، لان انت مش عايز تقول حاجه انت دوست بالغلط. ودي حاجه بصراحه حصلت معايا كتير جدا، يعني اكتر مما كنت متخيل. مشكله كمان بما ان هم يعني كانوا مهتمين بالكواليتي قوي فدي حاجه كنت مستني ان هم يعني يهتموا بيها شويه زياده، الا وهي ان الستراب لما بتيجي تركبه في الكيس هو مش بيعمل كليك ولا اي حاجه ليها علاقه بالزرار اللي هنا زي السترابس بتاعت الابل واتش العاديه. انت الحقيقه لو زقيته كده جامد شويه هيفك معاك عادي زي ما انت شايف من غير ما تدوس على اي حاجه، سواء الناحيه دي او الناحيه الثانيه، وانت بس كده بالوايم توسطنه في مكانه، والحقيقه ما بيتحركش من مكانه هو، لكن الموضوع ما هوش كليكي ولا في زراير ولا الكلام ده كله، فيعني دي حاجه فاتتهم بصراحه. المشكله الثالثه والاخيره ان الكيس والستراب مش رخاص. الشركه دي بتعمل حاجات بريميوم جدا لكن برضو سعرها غالي، فانت لو عايز للابل واتش العاديه مش الالترا انت بتتكلم ان الكيس ومعاه ستراب بحوالي $200، ولو انت بتتكلم عن الابل واتش الترا فالكيس والستراب ب $300، ولو عايز تجيب اي ستراب اضافي بيبقى سعره تقريبا $50. سيب لك برضو اللينك بتاعهم تحت لو عايز تبص بصه، لكن انا شايف ان هي غاليه شويه بصراحه. لكن لو انت يعني نفسك قوي انك تبدل الابل واتش بتاعتك وتحس انك لابس لاكجري واتش كده فعلا حاجه من الحاجات الشياكه قوي، فده ممكن يكون اختيار مش وحش بالنسبه لي. وبس كده، دي كل حاجه كنت حابب ارغي معاك فيها في حلقه جديده من سلسله كولكشن اختراعات عن اختراعين صغيرين كده ليهم علاقه بالابل واتش. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، ما تنساش كمان تتابعني على انستجرام وتيك توك، فيديوهات قصيره لطيفه كده وستوريز يوميه، تلاقي الروابط كلها تحت برضو. ولو عندك سؤال في اي حاجه او افكار لفيديوهات حابب تشوفها اكتبها لي في الكومنتس وانا هقرا الكومنتات كلها، واشوفك في الفيديوهات الجايه. سلام.